السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حبايب قلبي متابعيني في أي مكان، برحب بيكم وجودكم على راسي من فوق. كل عام وحضراتكم بألف خير، كل عام كده وانتم طيبين، ويا رب كل أيامنا تبقى كلها خير وسعادة وهنا وسرور بإذن الله. إن شاء الله فيديو النهاردة مهم جدا جدا جدا، وبيجيلي أسئلة عليه كتيرة جدا. يعني أي ولية أمر بتقابلني بتشتكي لي من حاجة واحدة بس، إلا أولادها بيصرفوا مصروف جامد جدا، أو بياخدوا المصروف وبيفرتكوه زي ما هما بيقولوا، او بيصرفوه. ما عندهمش حاجة اسمها اولويات، او حاجة اسمها اللي احنا مثلا ندخر او نحوش او نعين. طبعا كلنا كأمهات او كأولياء امور في الايام دي بالذات، ومع الغلاء بتاع الاسعار وكل حاجة بتزيد يوم عن يوم، فاحنا عندنا حاجة كده اسمها تقنية كده، اللي احنا بنرتب أولوياتنا، أو بنعرف مثلا ايه اللي نشتريه مهم، أو ايه الحاجة اللي مش مهمة بنأجلها أو بنلغاها خالص من قاموس اختياراتنا أو قاموس احتياجاتنا. وقعدنا بنفكر 100 مرة قبل ما نشتري الحاجة، أو قبل ما ننفق أو نصرف فلوسنا في أي حاجة. احنا كأولياء أمور أو كأمهات كبار قعدنا بندور على كده، وأغلب الأمهات عادوا بيدخلوا دلوقتي على جداول التوفير وإزاي تدبر الميزانية والكلام ده كله، لأن احنا عارفين غلاء الأسعار مع ثبات الدخل فبيعمل أزمة كبيرة جدا جدا. لكن أولادنا مش فاهمين الكلام ده، وللأسف يعني طالبين مننا اللي احنا ننفق عليهم، وكمان نديهم مصروف إضافي غير النفقة الأساسية اللي هي حاجتهم بقى في الأكل والشرب واللبس والكتب الخارجية والدروس ومش عارفة ايه والعلاج والمصاريف بتاعتهم، غير المصاريف اللي هي المصروف بتاعهم الشخصي اللي هو ليهم، اللي هم بينفقوه على رغباتهم. فكل ده حاجات مطلوبة مننا، واحنا طبعا الأمهات بتشتكي جدا جدا اللي أولادها ما بيقدروش يسيطروا على نفسهم، وأي فلوس ودايما أي فلوس بتجيلهم بيصرفوها، وأي حاجة بيشوفوها متعلقين بيها. طيب نسيطر على كده ازاي، وازاي نقنن الحاجة دي في أولادنا، أو ازاي نمشيهم على جدول اللي هم يقننوا احتياجاتهم، ويعرفوا ايه الحاجة المهمة ويعملوا أولويات ويرتبوا نفسهم. طبعا الادخار او تعليم قمة الادخار مهم جدا جدا في الايام اللي احنا فيها دي، وربنا اولادنا على الادخار، او على قيمة اللي احنا نحوش او ندخر من مصروفنا، او نستقطع جزء من مصروفنا لاي حاجة، لاي وقت فيه بنمر فيه بأزمة مالية، او لاي وقت احنا محتاجين حاجة بنجيبها بيها. ده حاجة جميلة جدا، وهتعودهم على تحمل المسؤولية، وهتعودهم على الصبر، قيمة الصبر كمان، وهتعودهم على ترتيب الأولويات، وهتخلوهم بجد بجد ناس منظمة جدا جدا، وناس ماشيين حياتهم صح في طريق صح. طيب نعمل كده ازاي؟ نعودهم قيمة الادخار. طيب يعني ايه قيمة الادخار؟ زي ما انا قلت، اللي احنا نحوش جزء من مصروفنا ولو بسيط جدا جدا من قيمة مصروفنا. حتى لو مصروفنا برضو بسيط، لازم ندخر منه جزء لأي حاجة، وأي حاجة احنا محتاجينها نبعدها عن أبونا وأمنا أو عن أولياء الأمور، ونجيبها احنا من مصروفنا الشخصي. طيب يبقى احنا دلوقتي هنعود اولادنا على قيمة الادخار. اول حاجة، انت كأم او كأب انت عاملة ميزانية لبيتك، وعارفة مثلا اللي مصروف اولادك الشخصي، انت بتدي مثلا لكل ولد مثلا وليكن 35 جنيه في الاسبوع، يعني قيمة 5 جنيه في اليوم. طيب 5 جنيه في اليوم دي انت بتعوديه، انت مثلا وليكن انت هتدي ال5 جنيه يوميا، كل يوم 5 جنيه ب5 جنيه ب5 جنيه، او هتدي ال35 جنيه في الاسبوع من اول الاسبوع او من يوم الجمعة، وبتعرفيه اللي دي مصروف الاسبوع بتاعك، ماليش اي دعوة بطلباتك طول الاسبوع. عايز تجيب حلاوة، عايز تجيب حاجة ناقصاك، عايز تجيب اي حاجة، انت هتجيبها من مصروفك الشخص ده. فانا مش مطالبة باي حاجة، صرفته في يوم، صرفته في ساعة، صرفته في شهر، حوشته كله، انا مش مطالبة منه باي حاجة. فانت انا بحط قوانين كده، اللي انا قلت قبل كده القوانين في البيت بتنظم كل حاجة. فانا اديته المصروف 35 جنيه وليكن اول الاسبوع، زي ما انا بعمل مع اولادي، وبعرفهم ال35 جنيه دي مصروف الاسبوع بتاعكم. طيب احنا هندخر منه جزء، وليكن هندخر منه ايه؟ هندخر منه مثلا وليكن 10 جنيه. 35 جنيه لازم نحوش منها 10 جنيه اسبوعية. طيب انا ابني او بنتي ما حوشوش او ما ادخروش ال10 جنيه دي، انا اعرفكم برضو بيدخروا ال10 جنيه دي ليه الوقت. لازم نجيب لهم حصالة، او نجيب لهم مثلا درج او حاجة خاصة بيهم هم،
كطفل أو كطفلة، وعرّفهم اللي ده المكان بتاعك اللي أنت بتدّخر فيه فلوسك أو بتحوّش فيه فلوسك أو بتعين فيه فلوسك، سواء جاية لك من أي باب تاني. يعني في الأجداد بيدّوا لأحفادهم فلوس، مثلًا المُعلّمين عادوا بيكافئوا الأولاد دلوقتي بفلوس. يعني لو جالهم أي نفقة خارجية ومحتاجين اللي هم مثلًا يعينوها أو يدّخروها، هيبقى مثلًا الحصّالة دي بتاعتهم أو الدرج ده بتاعهم أو الجزء ده أو المكان ده مخصص للي هم يعينوا فيه الفلوس اللي هم بيدّخروها. طيب أعرّفهم كده اللي هم ال10 جنيه اللي هياخدوها من كل أسبوع هيعينوها معاهم. طيب إحنا هنفتح إمتى الحصّالة دي، أو هنفتح إمتى ال ال مثلًا الدرج، أو هنفتح إمتى الجزء، هنشوف مثلًا حوّشنا قد إيه أو ادّخرنا قد إيه وهنعمل بيه إيه. مثلًا باتفق معاهم اللي إحنا مثلًا كل شهر هنفتح الدرج أو هنفتح الحصّالة، أو كل مثلًا ترم، أو كل مثلًا 6 شهور أو كل 3 شهور، وأعرّفهم اللي ممنوع يفتحوا الجزء ده ويمدّوا إيديهم عليه غير بعد يعني الفترة اللي إحنا محددينها مع بعض. وليكن مثلًا أنا محددة لهم مثلًا كل 3 شهور هنفتح مثلًا الحصّالة أو الدرج، وهنشوف كل واحد فيكم حوّش قد إيه أو ادّخر قد إيه. طيب أنا حوّشت مثلًا، أنا باقول هو ممكن يحوّش ال10 جنيه اللي هي باقية من مصروفه أو زيادة على مصروفه، غير الحاجات اللي بتيجي له إضافية، أو ممكن هو يعمل حاجة حلوة فأنا أكافئه بأي حاجة، أو باكافئه بأي فلوس، أو جاله فلوس من أي مكان خارجي. يعني إحنا عارفين اللي بييجي لهم فلوس من كل مكان. يعني مثلًا راح لجده مثلًا شافه ادّاه فلوس، راح لنِنته شافته ادّته فلوس، مثلًا مكافآت، حوافز، أي حاجة من دي، فبتيجي له حاجات إضافية. حوّش من مصروفه، ما صرفش مصروفه. يعني مثلًا النهارده ما جابش حلويات واتبقى معاه ال5 جنيه بتاعة النهارده، فممكن يعينها بالإضافة ل10 جنيه اللي هو كان عاينها. فهنشوف اللي هو في آخر الكام شهر، أو في آخر ال3 شهور، أو في آخر الأسبوع، أو في آخر المدة اللي إحنا اتفقنا فيها مع بعض وحطينا القواعد، هنفتح وهنشوف، وهيبقى ده مكافأة ليه. أنا باشجعهم اللي مثلًا أنتم مثلًا وليكن ادخرتم مثلًا وليكن 100 جنيه في ال3 شهور ده، أو مثلًا في الأسبوع ده ادخرتوا مش عارفة قد إيه، أو ادخرتوا في السنة قد إيه. فأنتم ليكم أول ما هنفتح الحصالة ليكم مني قد اللي أنتم ادخرتوه. ده حاجة خاصة بيكم، أنتم هتجيبوا بيها بقى أي حاجة أنتم محتاجينها. محتاجين مثلًا كوتشي جديد مثلًا، وأنا رافضة اللي أنا أجيبه لهم لأن عندهم لبس جديد برضه أنا رافضة اللي أنا أجيبه لهم لأن عندهم منه كتير. أو مثلًا حاجة هُم شايفينها وحابين يجيبوها، لعبة، كورة، مش عارفة إيه، ساعة جديدة، مش عارفة حاجات من اللي هي PlayStation، أي حاجة هُم حابين يدّخروا عشان خاطرها. طيب أنت هتدّخر وهتحوّش من مصروفك، وهيبقى الادّخار ده أهو، أو القيمة اللي أنت بتحوّشها في الحصّالة أو في الدرج أو في أي مكان، أو بتحوّشها حتى معايا أو بتعينها معايا، هي دي اللي إحنا هنجيب بيها. يعني لمّا نفتح الحصّالة بعد، بس ممنوع تتفتح طبعًا قبل المدة اللي إحنا اتفقنا عليها، اللي هي بعد 3 شهور، 6 شهور، على رمضان الجاي، على مثلًا العيد الجاي، على مش عارفة إيه، هنفتحها وهنجيب بيها كل اللي أنت نِفْسك فيه. وطبعًا بيكون كاتب قايمة كده بأولوياته، الحاجات اللي هو محتاجها. أنا محتاج مثلًا وليكن كراسة رسم كبيرة، أي حاجة الطفل محتاجها، أي حاجة محتاجها وأنتِ رافضة إن أنتِ تجيبيها له، مثلًا بحجة إنِّك مثلًا مش معاكِ فلوس، أو ده فوق ميزانيتِك، الميزانية بتاعتِك، أو هيفوق الميزانية بتاعتِك، أو مثلًا بحجة اللي هو عنده حاجات كتيرة منها، أو حاجات مشابهة ليها، أو أي سبب أيًا كان أنتِ رافضاه، هي دي حرية شخصية ليه. أنتِ هتدّي له زي المبلغ اللي هو ادّخره أو حوّشه بالضبط، وهو ليه حرية الاختيار، يجيب كل حاجة هو محتاجها بالمبلغ اللي هو ادّخره ده. زي ما أنا قُلت القوانين بتسهّل كل حاجة. طيب يبقى كده بنعوّده قيمة الادّخار، بنعوّده اللي هو يرتّب أولوياته، لمّا هييجي مثلًا عشان يصرف حاجة في حاجة ما لهاش لازمة، زي مثلًا هيجيب شيبسي أو هيجيب حلويات أو هيجيب حاجة وهو مثلًا مش جعان، أو معاه ساندوتشات كتير، أو مثلًا مش حاسس بالرغبة اللي هو يشتري، فهو هيقنّن عملية الشرا بتاعته وهيفكّر 100 مرّة قبل ما يشتري الحاجة. طَب أنا بدل ما أنا مثلًا أشتري كيس شيبسي، أو أشتري مثلًا كيس أندومة، أو أشتري كذا، أو أصرف النهارده كذا، طب ما أنا مثلًا محتاج قلم وليكن قلم كذا، أو محتاج قلم سبورة، أو محتاج مثلًا كشكول، أو محتاج مذكرة، لأ خلاص أنا هاوفّر دُولة وهاشتري بيهم الحاجة دي. وزي ما أنا قُلت المصروف
على حسب استطاعتك. يعني انت مثلا ممكن تديله 10 جنيه في اليوم، ممكن تديله 100 جنيه في اليوم، ممكن تديله 20 جنيه في اليوم. كل واحد هو حر بيدي لأولاده حسب الميزانية بتاعته. ما تبصيش لأولاد حد أو أولادك ما يقارنوش نفسهم بأولاد حد، بس هي قوانين احنا بنمشي عليها. انت هتدخر من مصروفك، هتدخر من مصروفك وليك زي مصروفك بالظبط اللي انت ادخرته في الوقت اللي احنا محددينه مع بعض، اللي احنا هنفتح فيه الحصالة دي او هنفتح فيه الدرج ده، او هنشوف انت حوشت قد ايه. وكل اسبوع او كل يوم. وبرضو المصروف لو انت اديتيه في اول الاسبوع المصروف وصرفه لاي ظرف ايا كان، هو يتحمل باقي الاسبوع من غير مصروف، لانك اتفقت معاه وحطيت قوانين. طيب هو مثلا اديتيله يوم بيوم وصرفه كله من غير ما يدخر، هو برضو بيتحمل المسؤولية ايا كانت، لان انت برضو محددة معاه قوانين، محددة معاه مثلا لو ما ادخرش من مصروفه مش جاي له الحاجة اللي هو حبيبها، او القايمة اللي هو كاتبها، او الاولويات اللي هو كاتبها ومرتبة اللي هو محتاج يشتريها او محتاج يجيبها، فمش هتيجي لان هو ما ادخرش من مصروفه حاجة. ده طبعا جميل جدا جدا اللي احنا نعوده لأولادنا في الأيام دي عشان يعرفوا قيمة الادخار وقيمة الفلوس، ويعرفوا اللي هما ما يصرفوهاش في أي حاجة، وما يتعلقوش بأي حاجة تافهة برضو بيشوفوها من تحت مسمى، يعني من تحت مسمى اللي هما معاهم الحاجة وخلاص، أو بيقلدوا أو أي حاجة. لأ، يعني قننوا العملية دي شوية. ولما نربي أولادنا على كده هيساعدونا جدا، وهيقدروا قيمة الفلوس، وهيقدروا كمان لو احنا مرينا بظرف صعب او بظرف طارئ او حاجة، هيعرفوا قيمة الادخار وقيمة اللي احنا مثلا لما نكون مدخرين فلوس ايوه ومرينا بظرف، فكلنا هنساعد في الظرف ده، او كلنا هنجمع مع بعض وكده، فهيعرفوا قيمة الحاجة ده. وما ننساش طبعا اللي احنا نستقطع جزء من الحصالة او الجزء اللي احنا موفرينه ده لله. طبعا نتفق كده على يكون فيه نسبة مثلا هنطلعها لله، ممكن نطلعها في شكل صدقة، ممكن نطلعها في شكل إطعام، ممكن نطلعها في أي شكل أيا كان، بس المهم هو منها جزء لله عشان احنا نعرفهم اللي هو ما نقص مال من صدقة. يعني المال فيه طالما بنتصدق منه فهو على طول في زيادة واستمرار. بس كده، يا رب أكون أفدتكم. أشوفك على خير الفيديو القادم بإذن الله، وإلى اللقاء.